عايزة حاجة سريعة وحلوة على الفطار. عايزة تعملي شيش طاووق وما عندكيش العصيان بتاعة الشيش طاووق. بجد هتعملي النهارده شيش طاووق بمنتهى السهولة وفي منتهى الجمال. وعايزة اقولك الكمية دي كلها من صدر فرخة. صدر فرخة ما شاء الله كان صدر كبير. عملت منه الكمية ديت كده. قطعت تقطيعة الشيش طاووق بس على اصغر حاجة بسيطة. وما كانش عندي عصيان بتاعة الشيش طاووق متوفرة فقلت اعملها لكم بقى بنفس الطريقة بس. تحفة جدا سهلة قوي مش هتاخد منك اي وقت اطلاقا هتعمليها بمنتهى السهولة. مش هتاخد منك اي وقت خالص. ولو ما عندكيش العصيان زي ما قلتلك مش هتقفي عليها خالص. كمان لو انت مستعجله وعايزه تعملي الفطار بسرعه هتعمليها الاكله دي منجزه جدا وحلوه جدا كل اللي هياكل منها يشكرك عليها. تعالوا ما نشوف عملناها ازاي. اول حاجه نحط اللايك بتاعنا الجميل الاول وبعد كده نشوف مقاديرنا. انا غسلت طبعا قطع الفراخ دي كويس جدا وكنت حطاها في ليمون وكنت حطاها في ملح وبعد كده صفيتها كويس جدا. حط عليها بقى شويه كده من الفلفل الاسمر وشويه من الكمون شويه من 11 بهار. اللي هي كيس 11 بهار دوت افضيه عليها دوت في منتهى الجمال حلو قوي. مش عارفه سعره بصراحه كام عشان كنت جايبه كميه على بعضها من السوبر ماركت. لو لقيتوها هاتوها. مش لقيتوها ممكن تحطي معلقه من توابل الشاورما تجيبها من عند العطار وتحطيها جميلة جدا. حطيت نص معلقة من الكركم ونص معلقة من الفلفل الاسود وربع معلقة من الشطة وده اختياري. حطيت كمان نص معلقة صغيرة كده من الملح. وكمان حطيت شوية من الجنزبيل البودر وربع معلقة كمان من القرفة. طبعا كل التوابل ديت اختياري. لو ما عندكيش اي تابل من التوابل ديت ممكن تستغنى عنه ما فيش اي مشكله. بس لو ال 11 بهار يبقى كويس جدا ما كانش فيه يبقى توابل الشاورما ديت اساسي. تمام. وحطيت حوالي ربع كوبايه كده من اللبن. لو ما عندكيش لبن ممكن تحطي زبادي وبدات ان انا اقلبهم كده من فوقها لتحتها كده كويس جدا علشان اتاكد ان كل حته او كل قطعه من الفراخ ديت اتشربت كده من التتبيله وكمان تبقى ملامسه للتتبيله. طبعا دي بقى اكلة المستعجلين لو انت عايزة وهتطلع برضو في منتهى اللذاذة والجمال والتتبيلة هتبقى واخدة فيها جدا. يعني اقل حاجة كده تكون ساعة او ساعتين وتكوني تسيبيها يعني في التتبيلة ديت. لو قبلها بيوم مفيش مشكلة. لو انت مستعجلة ممكن تعمليها في التتبيلة كده زي ما انا عملتها وتبدأي تسويها على طول هتبقى برضو جميلة جدا. انا معايا كده ميه سبتها تغلي كده وحطيت فيها معلقه من الملح. وغليت كده هحط فيها مكرونه عشان انا هعمل دلوقتي مكرونه حمرا كده اللي هي الاسباجيتي جنب الشيش طاووق. بجد المكرونه جميله جدا. عايزه ممكن تبدليها بالرز البسمتي او الرز المصري بتاعنا الابيض وتحط عليه كركم وتحط عليه نفس توابل الرز البسمتي هتبقى في منتهى الجمال برضو. طبعا علشان المكرونه ما تلزقش منك وما تعجنش منك مفروض وانت اول ما الميه تغلي بتقطعي المكرونه كده وتبعديها عن بعض زي ما انا كنت بعملها كده. ما تحطهاش كده كلها كوم كده على بعض عشان ما تلزقش منك في الحله وتبداي على طول تقلبي المكرونه كده. تمام. هسيبها بقى كده على جنب تاخد غلوه كده في الميه ولا غلوتين. وهبدا اشوف بقى انا هعمل ايه تاني معاكم. هعمل بقى صلصة المكرونة اللي تجنن طبعا ريحتها بتجيب لي اخر الدنيا. اللي عايزة بقى تعمل مكرونة صح بقى مكرونة يعني تاكلوها كده ما يتشبعش من اكلها. هتمشي على نفس الخطوات اللي انا هعملها لكم دلوقتي بجد ما بستغناش عن الخطوة دي ابدا. الطاسة ديت حطيت فيها شوية زيت نباتي. ودوت اللي انا هعمل فيها الشاورما. يعني هي يعتبر نفس الشاورما بجمال وطعم الشاورما زي ما انتوا عارفين بس هي ديت شيش طاووق. بس بدون عصيان شيش طاووق. هي بتبقى نفس الشيش طاووق بالظبط وطعمه جميل جدا ومنجز جدا وما بيحتاجش بقى عصيان ما بيحتاجش وقت كبير ولا اي حاجه وبيطلع طعمه ولا اروع. جنب بقى شويه المكرونه الاسباجيتي دول طعمهم يعني عايزه اقول لكم جميل جدا. نقلتها على العين الكبيره طبعا كانت المكرونه خلاص خلصت وصفيتها. صلصه المكرونه بقى انا عملت بصلايه كده صغيره كده في شويه زيت على سمنه. حطيت شويه من التوم المهروس كده كمان حوالي فصين كبار توم مهروسين كده. وهبدا ان انا اقلبهم بيدوا بقى المكرونه ريحه وتيست جميل جدا. طبعا وصلتوا معايا لغايه هنا امانه عليكم اللي وصل لغايه هنا ونسي يحط لايك يا ريت يحطوا لايك. بجد الوصفه حلوه وتستاهل اكله جميله اكله مطاعم. وسهله جدا ومنجزه كمان ما بتاخدش منك اي وقت اطلاقا. بجد يعني عايزه اقولك قبل الفطار بنص ساعه لو انتي اشتغلتي هتكوني مخلصه كل ده.
بصوا بقى كانت شربت التتبيله ازاي، وانا حاططها بقى هحطها بالتتبيله كلها، مش هصفيها من اللبن ولا التتبيله اللي فيها خالص. لازم طبعا الطاسه اللي انا حاطه فيها الزيت دوت او حته من الزبده او اي حاجه تكون سخنه جدا جدا علشان ما تلزقش لما انزلها فيها. وكمان بتاخد الفراخ بتاخد صدمه كده، فبتبقى من بره كده تحس ان هي ايه مستويه قوي، ومن جوه تحس ان هي جوسي وطريه وجميله. فلازم تعملي الخطوه ديت ان الطاسه تكون سخنه جدا. طبعا عيني بقى على صلصة المكرونة او على البصلة بتاعت صلصة المكرونة، انا بحب اعملها ببصل جدا. لو ما بتحبيش البصل ممكن تستغنى عن الخطوة ديت، بس بجد بيديله المكرونة كده تسكيرة حلوة قوي. ديت حتة كده من هريسة الشطة او الدقة اللي انا كنت لسه عاملاها للبتنجان، لان انا هقلي كمان بدنجان كده بالدقة كده بيبقى طعمه جميل جدا جنب الاكلة ديت. فاخدت حتة كده اللي هي عبارة عن شطة على فلفل على توم. بدقهم كده ايه مع بعض كده، خدت حته منها حطيتها على المكرونه، صلصه المكرونه بدها تست حلو قوي. طبعا حطيت كمان معلقه كده من صلصه طماطم او معجون الطماطم. الطماطم اللي انا ضربتها وحطيتها دي كانت جاهزه عندي اصلا، كانت صلصه جاهزه عندي، فمن اللي انا مفرزاها قبل كده. وحطيت عليها معلقه من الصلصه الجاهزه علشان خاطر تدي لها لون، لان كان الطماطم كانت مصفره فكان لونها فاتح قوي. هحط بقى شويه كمون وشويه ملح وشويه فلفل، بس هو ده اللي انا هحطه على صلصه المكرونه. وخلاص بقى هسيبها تتسبك براحتها، بس مش هتنشف خالص يعني، عشان المكرونه تبقى معاكي حلوه وجميله كده. ما تسيبيش الصلصه بتاعتها تبقى ناشفه يعني خالص. هي مش تسبيكه محشي، علشان تبقى مديه طعم حلو للمكرونه. يا دوب تغلي غلوتين، هي اوريدي يعني الصلصه جاهزه، تغلي بس غلوتين تاخد من نفس التوابل اللي انا حطيتها وهطفي عليها. كمان هبدأ ان انا اقلب بقى الفراخ طبعا على نار عالية علشان ما تسردش المية بتاعتها او ما تعملش مية. وطبعا بفضل بقى اقلب فيها بقى اللي انا احس ان هي خدت لون كده شوية من تحت، ببدأ ان انا اقلبها. ودي اسهل طريقة. طبعا انا في التوقيت دوت خلاص الصلصة بقت جاهزة معايا، انا هحط بقى المكرونة وهقلبها تقلبتين في الصلصة وبعدين هسيبها على نار هادية جدا شمعة لمدة 5 دقايق بس، يا دوب تشرب من الصلصة والتوابل، وهطفي على المكرونة وكده المكرونة جاهزة. اما بالنسبه للشيش طاووق بقى انا مقطعه بقى فلفل ومقطعه بصل. فلفل الوان بقى لو عندك اصفر واخضر واحمر، ما عندكيش اصفر بس ماشي، احمر بس ماشي، اخضر بس ماشي، الموجود عندك ماشي بنفسك. وقرن شطه صغير كده برضو مقطعاه اهوت. كان عندي احمر وعندي اخضر، حطيت مع بصل قطعتهم تقطيعة الشاورما كده وحطيتهم عليها. طبعا انت لما تحطها في عصيان شيش طاووق بتتقطع تخين شوية عشان تدخل في عصيان شيش طاووق يعني، فانا عملتها بنفس الطريقة بالظبط، بس قطعته رفيع. مش عايزه اقول لكم بقى الخلطه دي كمان اللي بتطلع منها دي لما بتتغمس بعيش بتبقى في منتهى الجمال اللي في الدنيا، بتبقى حلوه قوي. طبعا هبدا ان انا اقلب فيهم، معلش الكاميرا ما كانتش موضحه علشان بقى دي خلاص اللي يعتبر استوت يعني. خدت بقى تشويحتين كده البصل مع الفلفل كده، خدت من طعم ونفس الفراخ بجد في منتهى الجمال. انا حطيت الاكل اهوت، بص حلوه قوي قوي قوي، جربوها منجزه وسريعه مع شويه المكرونه الاسباجيتي، بجد ما خدوش اي وقت اطلاقا. هقطع لكم حته كده بصوا من جوه عامله ازاي، بصوا تحفه مستويه كده وبيضه من جوه واخده لون من بره، بجد طعمها حلو قوي قوي. شويه المكرونه الاسباجيتي كانوا جمال جدا، مع بقى البتنجان بدقه مع شويه سلطه خضراء مع رغيفين عيش. وكمان كان في بطاطس محمره نسيت اوريها لكم كمان في الفيديو، وكان في مخلل برضو نسيت احطه. ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد مع اكلات اقتصاديه وحلوه جدا من بتاعه المطاعم. مع الف سلامه.